اعتقد اخي الكريم بانه اشكر ضيفكم على انه اعاد توصيف الكلمات كما هي ووصف الجهاز العسكري بالمؤسسه وليس السلطه لانها ليست سلطه. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه حينما يتعلق الامر بممارسه السياديه للمملكه المغربيه على مياهه الاقليميه فهذه لم تحتج عليه حتى السلطات الاسبانيه، واعتبرت بان المغرب يقوم بما يقوم به في اطار اختصاصه السياديه، ولم يتحدث الا ضيفكم الكريم من اشبيليه، واعتقد انه لا ينتمي الى منطقه الصحراء الغربيه حتى يعلق هذا الكلام لانه من مواليد تندف، وبالتالي هو ينتمي الى منطقه لأنه شخص نرجو المحتله بطبيعه الحال. النقطة الثانية لا 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 أنا أتحدث باعتباري أنتمي إلى المملكة المغربية وأعرف ترابها وأعرف سياسة البلد ديالي، وأعتقد حتى العقيدة الأمنية للمملكة المغربية أعرفها. أنت تعلم أخي الحكيم أخي الكريم أن المغرب يواجه تهديدات أمنية يعني وجودية بخصوص قضية وحدته الترابية. هناك نظام في الجوار يعادينا لأزيد من 50 سنة يأوي تنظيما انفصاليا. هناك بالمحاذاة منا منطقة الساحل والصحراء التي وصفها منتدى الدفاع الإفريقي بأنها تحولت إلى عراق جديدة. هناك العشرات من الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها هنا في المغرب، وكان منطلق التوجيه والإدارة بطبيعة الحال هي منطقة الساحل والصحراء. وبالتالي أعتقد بأن المغرب كان دائما في جميع حروبه لا على المستوى الشمالي ولا على المستوى الشرقي تاريخيا لقرون وقرون، كان على المستوى الدفاعي، وكانت معظم هذه الحروب فوق التربة المغربية. وآخر مواجهة عسكرية تعود إلى قرابة قرنين من الزمن 1859 1960 يعني مع إسبانيا، وكانت فوق تطوان المدينة المغربية. أما بخصوص بيغاسوس فنحن تحدثنا من خلال هذا المنبر المحترم ولم يقدم أي جهة أي دليل على أن المغرب استغل هذه التقنية من أجل التجسس على إسبانيا. وأنا أريد فقط أن أعقب على ضيفكم الكريم من إشبيلية. قال قبل 3 سنوات بالضبط، قال ضيفكم الكريم بأنه حتى في حالة تدهور العلاقات بين المغرب وإسبانيا فإن ذلك لن يؤثر على الأمن القومي الإسباني. ثم سبق لضيفكم أن عبر على قناعته من أن على قناة الجزائر الدولية من أن إسبانيا لن تغير موقفها بخصوص الصحراء. ثم قال بأن قضية الصحراء هي قضية مقدسة عند الحكومة الإسبانية التي لن تستطيع تغيير نقطة واحدة من الموقف الإسباني، ولا أدري من أين جاء بهذه القدسية. ثم أكد بأنه أي حزب لن يسعى على تغيير موقفه من قضية الصحراء. إذا أنا أقول بأنه حتى التكييفات الدقيقة على مستوى البيئة السياسية الإسبانية يفتقد ضيفنا الكريم إلى الدقة في تحديدها. أما نحن نقول ونؤكد بأنه إذا كان المغرب أخي حكيم يجب أن نفرق ما بين المبدأ والحق والسياسة الواقعية. نعم نحن نقول أنه من ناحية المبدأ أن المغرب دائما يطالب بأراضيه المحتلة بطبيعة الحال أو الأراضي المغتصبة. نعم نقول أن من حقه أن له الحق، لأن حينما تحدث عن سبتهم ليليا والجزر الجعفرية بأنها تاريخا وجغرافية وقانونا وتراثا وهوية وهوا هي مغربية، والحق يعني أن جميع الممارسات السيادية لقرون وقرون المملكة المغربية كانت على الأراضي المحتلة. ولكن نقول بأن المغرب يتميز